لفت انتباه الناس كلها بجماله وحلاوته المختلفة. الناس شايفة منه حسين فهمي الجيل الجديد، كل الناس عايزة يمثل، وبيتعاكس مع والدته، والوسط الفني بيشجعه وياخد خطوة. مش عايز يبدأ حياته معتمد على أبوه وأمه، أخد خطوة ورجع تاني غاوي أعمال خير والإيد اليمين لمامته ومش بيسيبها أبدا. رفض يدخل في مشاكل والدته ووالده، ومش بيحب حياته تبقى مشاع. والتغيرات اللي حصلت له ناس افتكرتها عملية، وناس تانية قالت عنده إرادة، وهو كشف السر بطريقة سهلة جدا. عبد الله أو بودي زي اسم الشهرة اللي بيتقاله، ابن غادة عادل ومجدي الهواري. يا ترى حكاية بودي وليه بدأ يظهر مع أهله الفترة الأخيرة؟ هل فعلا بيزقوه علشان يدخل الوسط الفني؟ وليه بعد عن كل حاجة فجأة؟ حكاية العمليات اللي عملها غيرت في شكله، واللي رفض إنه يرجع والده ووالدته لبعض. تفاصيل كتير عن بودي هنعرفها من خلال الفيديو ده، ومفاجآت عن حياته هنعرفها سوا. بودي هو الابن الكبير لمجدي الهواري وغادة عادل، وأول فرحتهم في ولادهم. أمه بتعتبره صاحب عمرها ومن أهم الناس في حياتها، واللي ما بقتش تتحرك في حياتها من غيره. بودي من وهو صغير ملفت للانتباه وقريب من أبوه وأمه، وحافظ أسرارهم كمان. ما كانش ظاهر للناس وهو صغير، وده علشان غادة ومجدي ما كانوش عايزين عيالهم يبقوا في عالم الأضواء وده ياخد من حياتهم. بس لما كبروا هو قرر يظهر للأضواء بطريقته، ومش عن طريق السوشيال ميديا زي ما أخته عملت. لا، هو اتعلم وخلص تعليم وقرر إن يعمل أول فيلم ليه ويخرجه. أيوه، هو مخرج في الأساس زي أبوه. وفعلا حفلة الفيلم ده حضر فيها فنانين كتير كمجاملة لأبوه وأمه، وعلشان يتم دعمه كمان. بس المفاجأة بقى إن بودي ما كملش إخراج، وبعدها اختفى ومحدش عارف عنه أي حاجة خالص. وفضل مختفي أكتر من سنة لحد ما قرر إنه يظهر تاني، بس كل حاجة فيه كانت اتغيرت تماماً، من أول شكله لحد طريقته وأسلوبه. بودي كل الناس عرفته إنه وزنه كان زيادة حبتين، بس لما رجع تاني كان شاب جميل ونسخة من مامته في الشكل ولون العين وكل حاجة، وكمان وزنه مثالي جداً. وطبعاً كل الناس بدأت تتكلم عن إن بودي عمل عملية واختفى لحد ما وزنه يتظبط. بس بودي نفى إنه عمل أي عملية ليها علاقة بالتكميم أو غيره، وإنه كان عنده إرادة كفاية وما عندوش مشاكل صحية تمنعه من إنه يحاول مع نفسه ووزنه ينزل، وإن الموضوع كله حصل معاه بالإرادة والرياضة. بس ده ما منعش إن بودي يعمل عملية، بس دي بقى كانت حاجة تانية خالص، وهي عملية الفتاء بسبب الأوزان الكبيرة اللي شالها وهو بيلعب رياضة، وده اللي خلته اتأخر إن وزنه ينزل بسبب العملية والراحة اللي كان محتاجها بعدها. عبد الله من الناس البريئة جدا واللي في قلبها على لسانها، لدرجة إنه لما اتسأل على العملية كان رده إن كل حاجة عنده على التليفون بالصور واللي تثبت إنه ما عملش حاجة، وعلشان كده كل الناس بتقول عليه إنه نسخة من غادة عادل. بودي بيسافر مع والدته شغلها وموجود معاها بشكل دائم، واللي شغالين في الوسط الفني بيطلبوا منه إنه يبدأ يمثل، وده بعد ما بقى في شبه بينه وبين حسين فهمي، وهو لسه بيفكر في الموضوع ومش عايز يدخل المجال وخلاص. عبد الله ما اتدخلش في إنه يرجع والده لوالدته، وشايف إن اللي بينهم أكبر من جواز والكلام ده، وهم لو كانوا عايزين يرجعوا كان ده حصل. أهم حاجة إن هما الاتنين علاقتهم كويسة. بودي غاوي أعمال خير وهتلاقيه موجود في إيفنتات مختلفة، ده غير حبه للسباحة، وطبعا عشقه للرياضة والجيم اللي مش بيسيبهم أبدا. انتوا بقى شايفين عبد الله هيمثل ولا لأ؟